بسم الله الرحمن الرحيم. في الموسم اللي فات اتكلمنا على المهارات الأساسية اللي تساعدك تحترف التواصل مع الناس وتفيدك في الشغل، اللي هي الاستماع، الكلام، السلام، الابتسامة، ودول متبرمجين في الفطرة، وشرحنا ازاي ممكن نستخدمهم بطريقة تفيدك وتوسع دايرة علاقاتك بطريقة إيجابية. في الموسم التاني بقى هنتكلم ازاي نقرأ لغة الجسد. الموضوع ده مهم جدا لأنه هيساعدك تدير ردود أفعالك وتتحكم فيها، وبالتالي تفهم ردود أفعال الناس بوضوح وتخليك مسيطر على انفعالاتك، وبالتالي فاهم انفعالات اللي قدامك. والمهارة دي هتساعدك جدا في شغلك، خصوصا لو بتتعامل في السوق وبتحتك بالعملاء بصفة مستمرة. أنا اسمي إيهاب فارس، المدير التنفيذي لمجموعة شركات بتعمل في مجال التسويق والتطوير الرقمي. بشتغل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بقالي 27 سنة، وخبرتي في مجال الإدارة والتسويق والبيع. وخلينا متفقين إن أنا مش مدرس ولا أستاذ، أنا بقدم لكم اللي اتعلمته وطبقته وفرق معايا. كل اللي هقدمه ليكم هو عبارة عن تجربة. في الموسم ده هنغطي كل ما له علاقة بلغة الجسد، الكلام اللي ما بيتقالش، الإشارات اللي لازم تركز فيها علشان تفهم اللي قدامك داخل السياق. يعني تقارن كلامه بحركاته، لأن الجسم ما بيكدبش، وناس قليلة قوي اللي بتعرف تقرأ لغة الجسد. لو انت بقى عندك القدرة انك تفهم اللغة دي، هتضمن بنسبة عالية جدا نجاحك في شغلك. طبعا في برنامج عن تجربة انا بهتم بالمهارات اللي ما اتعلمناهاش في المدرسة ولا في الجامعة، بس هي مهارات مهمة جدا في الشغل، هتفرق معاك جدا في الكارير بتاعك. لو مارستها بانتظام هتوديك في حتة تانية. وطبعا المهارات دي هتفيدك في الحياة الخاصة برضو، وكده كده لازم تستخدمها في حياتك الخاصة مع أهلك وأصحابك علشان تتدرب عليها كويس قبل ما تنزل بيها السوق. بس أهم حاجة لما تتعلم المهارة دي لازم تستخدمها بطريقة إيجابية، يعني تبقى قاصد خير ونفع للغير. نبدأ بقى نتعرف على المهارة دي بصورة أعمق إن شاء الله من الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.